أهلا وسهلا بكم. جاء وقت الحديث على المبادئ. تقوم عملية الاقتراع على احترام مجموعة من المبادئ الأساسية اللي أهمها عمومية الاقتراع، ومعناها الانتخابات تكون محلولة للتوانسة الكل ينجموا يشاركوا فيها من غير حتى تمييز بين امرأة وراجل، قاري ولا مش قاري، مسلم أو غير مسلم، عايش في تونس أو في الخارج. المهم تتوفر فيه الشروط اللازمة كما الجنسية والعمر 18 سنة والترسيم في قائمة الناخبين وغيرها من اللي جابها الدستور والقانون الانتخابي واللي تعرضنا لها في درس سابق. المبدأ الثاني هو حرية التصويت، والمقصود أن الناخب يشارك في الانتخابات حسب اختياره بكل الحرية من غير أي ضغط. والمبدأ الثالث اسمه شخصية التصويت، اللي يعني أن التصويت مباشر والناخب ما يحتاجش واسطة تصوت في بلاصته، الناخب هو اللي يمشي بنفسه باش يصوت للمترشح اللي يختاره، وهذا يعني اللي التصويت شخصي وممنوع التصويت بالوكالة. المبدأ الآخر هو سرية الاقتراع، يعني أن التصويت العلني ممنوع، حتى ناخب أو أي شخص آخر ما عنده الحق يعرف تصويتك كناخب، يلزمك تدخل للخلوة تختار وحدك، ما يمكنش للناخبين يتخلوا على المبدأ أو يتنازلوا عليه، وفما عقوبات للمخالفين. المبدأ الموالي هو شفافية الاقتراع، يعني الانتخابات في مراحلها الكل تكون شفافة، تمكن ممثلي المترشحين والملاحظين والصحفيين والمحليين والأجانب المعتمدين من قبل الهيئة من مراقبة سير العملية تاع الاقتراع مع الالتزام بقواعد السلوك الخاصة بهم. والمقصود زاد أن قواعد الانتخابات تكون معروفة للناس الكل من غير تزوير وتلعيب في النتائج. المبدأ الأخير هو نزاهة الانتخاب، يعني تكون المنافسة شريفة من غير تفضيل حتى مترشح على آخر، ويمارس الناخبين ذوي الإعاقة حقهم في الاقتراع وفق تدابير خاصة باعتماد تدابير تيسيرية تاع الناخبين والمترشحين من ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا يسمح بضمان تكافؤ الفرص ويمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ضمان حقهم في الاقتراع مع مراعاة مبدأ شخصية وسرية الاقتراع في حدود ما تقتضيه الإعاقة متاعهم. وعلى كل المتدخلين المعنيين ضمان تلك التدابير إلى جانب واجباتهم الأخرى. وهوني نطرح السؤال: شكون هم أصحاب المصلحة في الانتخابات؟